السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم حبيباتي؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. هادو الصور ديال واحد الكيكه اللي غادي تعجبكم. كتجي زوينه، هي كتجي رخاميه، غير انا تعمدت نديرها بحال هكا. انا غنعطيكم المقادير مضبوطه كيف درتها وكيف موالفه كنديرها، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. هنا 4 البيضات، عندي 4 البيضات. كناخد هاد الطاوه كندير فيها البيض يكون شويه دافي بحراره المطبخ، ما يكونش بارد علاش في الثلاجه. ندير هنا 4. عندي هنايا غندير كاس ديال السنيده، غندير كاس وغنزيد واحد شويه ديال الكاس. عندي ماشي ديال العنبه، اللي ما باغيش الحلاوه غيدير كاس ديال العنبه. انا كما قلت لكم غنعطيكم مقادير مضبوطه وراه كتصدق. انا دي كيكه اللي كندير، يعني ما دانون ولا شي حاجه لا ما كنديرش فيها، وكتجي فشفشه، كتجي بحال البونج، كتجي رطبه وزوينه. كنخلط هذاك البيض مع السنيده مزيان، كندير غير هاد الضراب اليدوي، كنخلط مزيان مزيان. عاد باش كنزيد عندي كاس ديال الماء دافي، كاس عامر، هذا كاس ديال العنبه ديال الماء دافي، وغنعاود نخلط مزيان. انا حيت غندير الباطور باش غادي نخدم. عندي هنا ديال المايزينا، غندير فيها واحد نص معلقه ديال المايزينا. ها هي ديال المايزينا، كتهشش، كتجي رطبه وكتجي زوينه. انا كاع كيكات ديالي كندير فيهم المايزينا. نخلط مزيان. هنا عندي غادي نزيد الفاني، ساشيه وحده ديال الفاني، وغادي نخلط مزيان. انا ما حطيتش لكم كل مقادير كل حاجه بوحدها، لانه كتزربانه، كتبغي نديرها للسحور كتزربانه، يعني حطيت داكشي كلشي عشوائي عادي. هنا عندي كاس ديال الزيت، وغادي نزيد واحد شويه، يعني عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت. كنخلط مزيان مزيان. نتمنى يكون الفيديو واضح والشرح ديالو واضح. هنا غناخذ الباطور، غتشوفوا الاخوات الباطور درت كل وحده من جيبي داك ونسيتها حتى بديت كنضرب. ولكن انا اصلا ما بغيتش نديرهم بجوج باش ما يضربش لي يولي كريمه، انا ما بغيتوش يولي كريمه. انا مولفه كنديرها في مونينيكس. اللي عنده هذا الباطور يديروا، اللي عنده مونينيكس يديروا، ولكن هذا الباطور ما يضربش به بزاف باش ما طلعش لينا رغوه. واللي بغى يدير به داك الضرب اليدوي يدير به، غير ما يضربهاش بزاف بزاف. المهم تذوب السنيده وصافي. كنحس بالسنيده والمايزينا دابو. هاكل اللي بغاها للسحور مع عصير خفيفه. والله الاخوات اللي كتجي خفيفه وما ميدمه ما حتى شي حاجه. هنا عندي 4 الخمارات حمرين ايديال، ما كنديرش عندك الغوز لانه ما كتطلعش مزيان كيكه. كندير انا دائما كنخدم بها هاد الخميره ايديال. عندي 4 الساشيات. مالفه كل حاجه كنحطها بوحدها، ولكن كنت مدعوقه وعارفين من ورا الفطور كتكون واحد التماره. يلا الانسان كيغسل ديك عند شفافيه، يعني واحد الروتين كيكون جاني من ورا الفطور كتكون كثار ما داكشي ديال بالنهار. كتبغي الدار تصبح لك نقيه، يلا جري جري صافي. انايا ما درت، ما حطيتش كل حاجه بوحدها، ولكن راه داك الشرح راه واضح وكل شيء باين يعني. هنا خلطت الخميره، راه ما مركش على الضراب بزاف، ما زيدش فيه بزاف. باش ما تجينيش، راه هو صافي. دابا غنحيد الضراب، ما نبقاش نخدم بيه، غناخذ الضراب اليدوي
وغنبدا ندير الدقيق، كنزيد بشويه بشويه. انا هنا غنتعمد غنديرها جاريه، يعني ما غنكثرش فيها الدقيق بزاف، لانه انا بغيت يتخلط ليا شوكولاط ابيض مع الكحل. انا موالفه كنديرها دواره بيضاء دواره كحله، كتجي فرزه، ولكن كنكون الدقيق زيداه شويه. انا هذه بغيتها غتجي خفيفه، نتوما غتشوفوها في الفيديو غتشوفوا الصور. هنا كنزيد في الدقيق بشويه بشويه وكنخلط. نتوما شايفين الصوره كي دايره، كتبان انه خفيفه. انا كتعجبني كيكه خفيفه، اما الا كان فيها الدقيق بزاف كتجي كاع مطقصه وكتجي خايبه، ما كتجيش زوينه. يعني خاصك تاكليها بالفورشيط، كتاكلها وانت كتلدي انه ديك الكيكه خفيفه، خاف من البونج. كنقولوا بونجه، خاف من البونجه. البونجه راه كتكون عامره وغليظه كتكون اسفنجيه، كتكون شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي رائعه. اما كتكون فيها الدقيق بزاف كتجي، غيكونوا بعض السيدات غيكونوا متفقين معايا. غنزيد واحد المعلقه ديال الخل. عندكم كيكه الا بغيتها تصدق لك الاخوات، خل ومايزينا هادو كيصدقوا كيكه، واخا تقولي لي كتجي كيكه رطبه، كتجي اسفنجيه. شوف راه خليتها جاريه. دابا غناخذ اخر، غندير نص هك والنص هكا، ها النص خليته ابيض، وهذا النص غادي نزيد فيه، غادي نزيد شويه حيت بانت ليا ناقصه باش نديرها متساويه. غنزيد هنا الساشيات ديال الكاكاو. انا عندي هنا ساشيات، غندير جوج ساشيات ديال الكاكاو، وغادي نخلط مزيان مزيان مزيان. كنعتذر لكم الا سمعتوا شي ضجيج ولا شي حاجه مع كنسجل، لانه كيكون عندي هنا الضجيج، كيكون عندي الصوت، كتكون الهضره. حتى المقص هو توضر لي ديال الكوزينه باش غنحل المجاره وغنبقى نقلب. صافي ديبانيت قطعتهم غير بالموس. المهم كلشي كيقضي، المهم كل داكشي عنقي يكون زوين صافي. كما قلت لكم مورا الفطور صافي الانسان كيكون دايخ، كيكون زربان. انا غنخلط هنا مزيان مزيان حتى غندمج ديك الخليط مع الكاكاو. شتي كي درتها، ها كتشوفوها جاريه جاريه. انا اللي تعمدت بحال نديرها جاريه، اما اللي بغى الدقيق يزيد. راه درت فيها انا معتنا غير شي 6 المعالق، مشتي هكا كنهزها بها داك الضراب جاريه بزاف. ولكن انا اللي تعمدت تكون جاريه باش بغيت الكحل يدخل ليا في الابيض، شي يدخل فيه شي. اما الا بغيتوها تبقى كل حاجه فرزه بوحدها غتزيدوا الدقيق. انا درت هنا 6 المعالق، يعني العوض غندير فيها شي 10 المعالق بحال هكا، ولا 11 معلقه ديال المعلقه اللي كناكلوا بها الكسكسو هذيك. هو هنا عندي البيض بعد ما غسلت الضراب باش ما يتخلطش ليا. ها هي حتى هي راه كما كنهز لكم باش تشوفوا، ها هي كتبان لكم جاريه. دابا غنحيد وغناخذ المول. اول المول غادي ندهنو بالزيت وغنرشو بالفورس، درت فيه شويه ديال دهنتو ورشيتو بالدقيق. دابا غادي نخوي شويه بيض. انا كنجمع هنا بصبعي، علاش غتقولي علاش ما درتيش المعلقه؟ درتها ولكن كيبقى شاد ليا فيها بزاف. هنا غندير شي كي كنخوي كيبان لكم راه جاري بزاف الخليط. غندير تاني بيض. هادي راه بزاف الناس عارفينها، غير كاين اللي كيزيد فيها. انا راه موالفه كتجيني بحال خط ابيض خط كحل، غير انا بغيتها تخلط ليا. كاين بعض السيدات يقولوا علاش ديك الساعه وخلطه من الاول، لا كتجي فيها واحد المنظر بعدا زوين.
كتجي ما كتجيش مخلطه، حيت ملي كتخلطيها كتجي انه باينه انها كحله. لا، انا بغيت تتخلط بوحدها. ولكن كما قلت لكم اللي بغى غيدير يدير بحال من 10 المعالق حتى ل 11 معلقه. غيزيد الدقيق على حساب باش تعقاد ليه، باش الخليط غيجي. دابا شي نهار غندير لكم هذا الشكل، ولكن غندير لكم زياده شويه في الدقيق. غندير لكم غير الصور ديالها نحطها لكم في المنتدى، وغادي تشوفوها الشكل ديالها كي داير. يعني هي هنايا انا خويت الكحل، هذاك الخليط الكحل ديال الشوكولاط كامل صافي. دابا غندوز. دابا هنا استعملت معلقه تلفت هنا باش غادي ندير صافي. غنخوي كلشي. انا غنطيبها غير في الفران ديال الغاز العادي، ما درتهاش في ديال الضو. الا بغيتي ديرها في ديال الضو حتى كتجي زوينه صافي. هنا واحد السر باش كي كتجي مزيانه كي فران الضو كي فران ديال الغاز. كناخذ واحد اللاطه صغيره او مقله ديال المسمن بحال وكنفرشها الكيكه وكندخلها طيب العافيه من التحت وهي كاينه الفوق. بعد ما طابت ليا ها هي غتقول لي اش هذاك الشيء جا الوسط، حيت داك الخليط الاخر اللي خويت هو جا بحال هكا، لانه كلشي اندمج وهذاك الوسطاني اللي بقى ما اندمجش. ولكن كما قلت لكم لا بغيتو ما تجيش لكم بحال هكا، ما تندمجش لكم، تبقى بحال هكا داير، كتبقى بحال شكل رومبا، خط داير بياض خط داير كحل. غتزيدوا الدقيق. نتمنى تعجبكم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وصدقوني راه والله حتى كتجي هشيشه وكتجي زوينه وكتجي رطبه كتجي اسفنجيه. يعني شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي رائعه. انا غنقطعها دابا وغادي تشوفوها كي دايره، لانه كتجي زوينه. هاي الشيء ملي كنوريك عليها كي كتجي. علاش انايا بغيتها تجيني رطبه؟ حيت دابا كيتبغي السحور هذاكشي ما تجيش مدقسه، لانه انا درتها جريتها مزيان. علاش؟ باش تجي كما قلت لكم رطبه. ها هي شتي داك الوسطاني هو اللي بيض، هو اللي بقى الفوق باين، وهي ما جاتش كلها، جات بحال مخلطه، شويه بياض شويه اي مورسو كنقطعو كنلقى شويه بياض من هوك شويه كحل من هوك. انا ما بغاش نخلطها كامله. نتمنى الفيديو ان الاعجاب ديالكم وجربوها، راه غادي تجيكم زوينه ما حلواش بزاف وهشيشه رطبه. شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي رطبه. بالصحه والراحه وبصحه فطوركم. وما تنسونيش من لي لايك وكومونتير، واللي ما مابوناش يتابونا عندي. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.